المرة دي مش هخليكي تشتري زينة الكريسماس، لكن هخليكي تعمليها ومع ولادك كمان، لاننا هنعملها بطريقة سهلة قوي. هنحتاج بس الزين الاسواني الابيض وكمان القطاعات بتاعة اشكال الكريسماس اللي احنا محتاجين نعمل الشكل بتاعها. ولان اهم من الشغل تظبيط الشغل، هنستخدم شاليمو ستانلس ستيل ان احنا نعمل خروم فوق كل شكل احنا عملناه، عشان ده اللي هنعلق منه الاشكال اللي احنا نعملها. وهنا بقى عايزاكي تشغلي خيالك وتعملي الاشكال اللي انت عايزاها. لما بتنشف خالص بنبتدي مرحله التلوين، وهنا بنستخدم الوان اكريليك اللي استخدمتها، وكل الالوان الاكريليك اللي انا استخدمتها في الفيديو ده عملتها بنفسي في البيت. فلو انت عايزه تعرفي الطريقه اكتبي لي اكريليك في التعليقات. اول حاجه بدات باللون الابيض وده اللي بيبين الالوان، وبعد كده حطيت بالالوان اللي انا عايزاها، وحطيت كمان جلاتر عشان يديها جلو كده لذيذ بتاع الكريسماس وتبقى بتلمع. ونفس الخطوات كررتها هي مع كل الاشكال، باختلاف بقى الالوان والطريقه اللي هشتغل بيها. وبرده حطيت جلاتر عشان نفنش بقى اي شكل عملناه، لازم نحط عليه طبقه من الورنيش المائي اللي لما بتنشف خالص بتكون بتلمع وبتحافظ على الشكل وكمان على الجلاتر اللي عليها. او الاختيار التاني ممكن نستخدمه برده، بيطلع فينش كمان احلى بكتير وشفاف ورائع، بيبقى احساس زجاجي كده، هو الريزن، بس هو ما كانش عندي عشان كده اشتغلت بالورنيش المائي. حبيت اعمل بقى تأثير السنو على شوكة الكريسماس اللي كنت ملوناها، فحبيت اجيب لون الابيض وفرشة السنان واعمل تأثير السنو كده عليها بدل ما احط جلاتر. اخر بقى خطوة بنعملها عشان الشكل يجهز ونبتدي نعلقه على الشجرة، ان احنا نحط شريط ساتان في الخرم اللي احنا عملناه ونربطه، وكده بقت جاهزة. ما تنسوش تعملوا كمية تشاركوا بيها ولادكم عشان حقيقة تستمتعوا بالخطوات قوي.